هاي، عاملين ايه؟ يا رب يكون يومكم لطيف، يا رب وتكونوا دايما بخير. وشكرا جدا على تعليقاتكم في الفيديو اللي فات. فيديو النهارده هيكون ازاي انا بخطط ليومي، وهتكون طريقه مختلفه وهتبقى فعاله جدا معاكم وهتفيدكم انا متاكده. حبيت اشارككم من الفكره دي وان احنا نفيد بعض وكده، فاتمنى الفكره تعجبكم. ومتنسوش تعملوا شير للفيديو ده عشان لو اي حد محتاج تخطيط ازاي يخطط ليومه كده بطريقه فعاله اكتر ومرتبه اكتر، هيفيدوا جدا اكيد، انا متاكده. تمام. اول حاجه عشان بس اوضح انا هعمل ايه، انا دلوقتي برضه هوريكم انا هعملها ازاي. اصلا هعمل بيها جورنال ازاي، هي بوليت جورنال بس يوميه. آه هي عباره عن ايه؟ هحاول احط صوره برضه ليها. انا هقسم التودو ليست بتاعتي لاربع اجزاء، بدل ما انا هكتب مره واحده واحط كل حاجه انا عايزه اعملها مره واحده بس من غير ما ارتبها، وابقى مش عارفه ايه اللي المفروض اعمله بسرعه وايه اللي المفروض اجله شويه وكده، وابقى محتاسه بقى ومتدربكه وكده. فانا هعمل ايه؟ هقسمه اربع اجزاء. هيبقى هام، غير هام، مستعجل، غير مستعجل. فانا عندي في الهام مستعجل ده هحط الحاجات المهمه جدا المفروض تخلص بسرعه جدا، مينفعش تستنى. في الهام وغير مستعجل، هي حاجه مهمه لازم تخلص النهارده، بس انا ينفع استنى شويه عليها. في الغير هام بس مستعجله، مثلا زي حاجه انا نفسي اعملها بس هي مش مهمه اعملها النهارده، بس انا نفسي اعملها كتغيير، كترفيه عن نفسي. مثلا انا النهارده مش هذاكر بكميه كبيره قوي لان انا اصلا ما عنديش طاقه، لسه راجعه من الامتحان وكده فمش قادره. فعايزه اتفرج مثلا على مسلسل نفسي اشوفه قوي الحلقات اللي نزلت لان هم اخر حلقتين مثلا، فمتحمسه جدا ان اشوفه. فبعد ما اخلص اوكي بقى هشوفه كده. دي حاجه نفسي اشوفها كترفيه ليا، وممكن ما اعملهاش عشان هي غير مهمه، فممكن ما اعملهاش النهارده. في غير مهمه وغير مستعجله برضو نفس النظام، بس دي بقى ايه، ماليش شغف ليها قوي وهي مش مهمه، عملتها النهارده هتوفر عليا بكره مثلا في التخطيط بتاع بكره وكده، هتشيل عليا حاجه من حاجه بكره هعملها. ما عملتهاش كده كده خلاص، خليها لليوم اللي بعده، فهي مش مهمه النهارده ان انا اعملها بس. فيلا نشوف هعمل ازاي، ويا رب الفيديو يعجبكم واتمنى يفيدكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا دي هستخدمها عشان اكتب عليها التودو ليست يعني، واقسمها اربع اجزاء. عامة بحب اعمل تخطيطي اليومي، بيبقى فيه شوية جورنال، بيبقى فيه شوية زي ستيكرز وكده يديني يعني ايه آه، تشجيع يعني. عادي مش حابين انكم تزينوا الجورنال بتاعكم، حابين ان انتوا تخلوها بس في النوت بوك بتاعتكم كده دايركت عادي. في ناس ترتاح قوي كده، كل واحد حسب طبعا هو حابب ايه وعايز ايه. انا بحب ان انا ازين يعني واسيب ده بيفتح نفسي اكتر وبيشجعني اكتر الصراحه. هبدا بقى الزق الورقه دي واحط دي كده فوقيها، حاجه بسيطه بس مش هعمل حاجه اوفر يعني. بس انا ورايا النهارده عايزه اذاكر الفصل الاول من المادة التانية يعني اللي جاية، كده كده بيبقى فاضلي بين المادة والمادة 4 أيام، فأنا بقسم المادة على حسب الأيام بتاعتي وكده. فالنهاردة هذاكر الفصل الأول بس، مش هقدر أذاكر أكتر من كده يعني، هو كفاية مراجعة النهاردة يعني، أراجع الفصل الأول. أدي هم مستعجل.
دي عندي مهمة أول حاجة هعملها بعد ما أخلص الفيديو دلوقتي. دي أول حاجة هعملها عشان دي مهمة عندي دلوقتي جدا، فعايزة أخلص منها أول حاجة. ما عنديش حاجة تانية مهمة النهاردة، لأن يومي مش هحط حاجات كتير وكده، لأن أنا النهاردة دوبك فعلا الصبح خلصت الامتحان وكده، فأخدت كل طاقتي عامة. هو أهم حاجة ده حاجة مهمة بقى، بس مش مستعجلة، اللي هو أنا عايزة أعمل إيديت للفيديو ده اللي هو أنا دلوقتي بصوره، فأنا هو ده مهم بس مش مستعجلة عليه. يعني أنا في أي وقت بقى بعد ما أخلص المذاكرة وكده ممكن أقعد بقى إيه وأنا فاضية كده أعمل إيديت وكده عشان أنزله قريب. يبقى هنا إيديت، ده مهم مش مستعجل. مثلا هنا زي ما قلت غير هام بس مستعجل، حاجة عندي شغف ان انا اعملها، عايزة اعملها كده كترفيه ليا، زي ما انا عايزة اتفرج على مسلسل مثلا. انا دي امثله، بدي امثله ممكن تكون حاجتي دلوقتي تافهه، لان انا زي ما قلت لكم يومي مفيهوش حاجات كتير قوي، لان انا راجعه من امتحان وكده. قلتها كتير قوي امتحان. يومي مفيهوش حاجات كتير قوي النهارده. ممكن تكون دي حاجات بالنسبه لكم مثلا مش مهمه قوي او تافهه، بس هو فعلا لو يومنا مليان حاجات كتير جدا وقدامنا حاجات كتير عايزين نعملها، فالطريقه دي تبقى حلوه قوي ان احنا نقسم الحاجات المهمه والحاجات المهمه بس تقدر تستنى، والحاجات اللي مش مهمه بس احنا عايزين نعملها وكده. فمختلفة عن ان احنا نكتب تو دو ليست بس ورا كل حاجة ورا بعض. اهم حاجة في تو دو ليست اصلا هي بتفضي دماغنا كده وبتخلينا ايه مرتاحين، وبتخلينا طلعنا كل حاجة جوانا كنا عايزين نطلعها. بس كده ده كان نهاية الفيديو النهاردة. يا رب يكون استفدتوا، وبجد اعملوا اي حاجة بسيطة تخليكم انكم تنتجوا في يومكم. وعادي جدا في اوقات كتير بنمر فيها بمراحل اللي هو كسل ومش قادرة اخطط لحاجة، او يومي حاسة فاضي مفيهوش حاجة. واحدة واحدة الأيام اللي نحس فيها إنها رخمة كده علينا دي هتعدي، وهيجي أيام أحسن. هنحس الأيام دي هتعدي وهتخلص، وهنيجي في يوم هنحس إن احنا فعلا عندنا طاقة إن احنا نعمل، إن احنا عايزين نعمل حاجات كتير في اليوم بتاعنا. هنحاول قدر ما نقدر نخطط ونكمل الحاجات اللي بنحبها اللي بتشجعنا وتخلينا نقوم تاني. بس اشوفكم فيديو جديد، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكتبولي اي حاجة عايزين ان انا اعملها في الكومنت. بس كده، مع السلامة، باي.